وجودها. المفاجأة الكبيرة كانت لما طلبت مراته تقعد معايا أنا وبنتي لوحدنا. كنت متوقعة إنها هتهاجمني أو تقول كلام جارح، لكن حصل العكس تماما. اتكلمت معايا بكل هدوء وقالت: أنا ما عنديش مانع إنك تكوني شريكتي، ربنا إداني كل حاجة في الدنيا إلا الخلفة. مفيش مشكلة عندي إنك تخلفي من جوزي، هو كان دايما عايز يكون عنده عيال وعزوة، وبيقولي إن ولادك هيبقوا زي ولادي بالظبط. بعدها بصت لبنتي وقالت: عايزة أكون قريبة منكو علشان أشوف القمر ده. ومدت إيدها على وش بنتي بحنان وقالت: ما شاء الله، ربنا يحفظها لك، بنتك زي القمر. طلبت مننا نبقى عيلة واحدة ونتقرب منها أكتر. وفعلا محسن نفذ كل ما قالته، جاب لنا شقة قريبة جدا من الفيلا بتاعتها في منطقة راقية جدا، أعلى بكتير من المكان اللي كنا ساكنين فيه. الشقة كانت تحفة بمعنى الكلمة، قريبة من بنتي ومن كل حاجة محتاجينها. مراته كمان كانت بتتعامل مع بنتي بحب وحنية غير متوقعة. كل حاجة كانت ماشية زي الحلم. بدأت علاقتنا تتوطد بسرعة. أنا وبنتي كنا بنروح عندها كل يوم تقريبا، وهي كمان كانت بتاخد بنتي النادي، وفي وقت قليل جدا بقوا أصحاب بشكل يثير الدهشة. لكن مع كل ده كان جوايا إحساس غريب. عارفين لما تكونوا مبسوطين لدرجة إنكم تبقوا خايفين؟ الخوف إن حاجة مفاجأة تحصل فجأة وتخبطك في وشك. كنت دايما بقول لنفسي: معقول كده؟ الموضوع عادي ومفيش أي مشكلة بيني وبينها. الست القوية دي الجميلة والغنية اللي عندها كل حاجة ممكنة، فعلا ممكن تسيبني كده أبقى مرات جوزها وتتعامل معايا أنا وبنتي بكل الحب ده؟ الغريب أكتر إن بنتي كانت دايما راجعة من النادي بعد المدرسة مبسوطة جدا. كانت حاسة إنها عايشة حياة زي اللي بتشوفها في الأفلام والمسلسلات، ودي حاجة مفرحة جدا بالنسبة لها. لكن كان في حاجة بتقلقني في مرات جوزي. كنت شايفة إنها مؤمنة جدا بحاجات زي الأبراج وتفسير الطالع. بنتي قالت لي أكتر من مرة إنها بتشوفها وهي بتتكلم عن الفنجان وتفسيره، وإنها بتصدق جدا في الحاجات دي. الكلام ده خلاني أبدأ أقلق. كنت بخاف من الحاجات الغريبة دي وعندي هاجس إنها ممكن تأذينا بطريقة ما، بس كنت دايما بحاول أطمن نفسي وأقول: معقول؟ دي بقت قريبة مننا قوي ومش هيحصل مشاكل؟ القلق ده زاد لما حصلت حاجة غريبة جدا. في يوم صحيت على صريخ بنتي، كانت بتصرخ من وجع شديد في بطنها. أخدتها بسرعة على الدكتور، لكن لما كشف عليها قال مفيش أي مشكلة طبية واضحة. ساعتها قلقت أكتر. افتكرت كل كلام بنتي عن الأبراج والفنجان والطالع اللي مرات جوزي بتؤمن بيه. ما كنتش عارفة أعمل إيه، لكن القلق خلاني أروح أكلمها. حكيت لها إن بنتي تعبانة جدا وكنت منتظرة أشوف رد فعلها. المفاجأة إن رد فعلها كان مختلف تماما عن توقعاتي. بدل ما تتجاهلني أو تتصرف بشكل غريب، حسيت إنها بجد خايفة على بنتي. خدتني ورحنا مع بعض عند 3 دكاترة مختلفين علشان نتأكد، وكلهم أكدوا إن مفيش أي حاجة طبية غلط. بس أنا فضلت حاسة بالخوف، مش عارفة بنتي حصل لها كده ليه. كنت خايفة من المجهول، وكل حاجة حواليا بقيت تثير قلقي أكتر. لحد ما في ليلة حصلت حاجة غريبة جدا. كنت نايمة وفجأة صحيت على صوت غريب، صوت حد بيتوجع بشكل مخيف. كان الصوت قوي جدا لدرجة إنه صحاني رغم إن المكان كان هادي. حاولت أتحرك لكن كنت متكتفة مكاني. كنت سمعت الصوت ومش عارفة أعمل حاجة. الصوت كان بيعلى وأنا بحاول أفهم فيه إيه، وفجأة شفت بنتي قدام السرير. كانت واقفة ساكتة ماسكة نفسها، وعينيها فيها نظرة غريبة. النظرة دي كانت تخوف. كنت حاسة إن في حاجة مش طبيعية. لما قربت من بنتي حسيت كأنها مشوشة، كأن في حاجة غلط ومش مفهومة فيها. في الأول ما خدتش بالي، لكن لما قربت أكتر لقيتها تعبانة جدا وما كانتش بترد عليا. وأول ما لمستها
لقيت دم كتير قوي نازل من تحتها. المشهد كان مرعب، الدم كان في كل حتة والبنت واقفة وصوت صريخ بيملأ المكان. ما كنتش عارفة أعمل إيه. جريت عليها بسرعة وحضنتها، لكن فجأة حسيت إنها وقعت من إيدي. فزعت وقمت مفزوعة من النوم. لقيت نفسي لوحدي في السرير وبنتي نايمة جنبي زي ما هي. قلت إيه ده؟ أنا كنت بحلم ولا ده خوف زايد؟ ما بقيتش عارفة أرتاح. كل يوم كنت بحس إن في حاجة غلط. كنت بشوف كوابيس دايما، بنتي في مشاهد مرعبة، دم، صريخ، وهي واقفة عاجزة. وبعدين أصحى ولاقيها نايمة زي ما هي. الموضوع ده استمر أسبوع كامل لحد ما جيه يوم الدورة الشهرية بتاعتها. ساعتها بنتي جتلي وهي بتشتكي. قالت لي يا ماما أنا تعبانة، الدم اللي بينزل مني لونه غريب وشكله مختلف. افتكرت الكوابيس اللي كنت بشوفها، قلبي اتقبض وقررت أتصرف. بما إن الدكاترة كانوا بيقولوا إن مفيش أي مشكلة طبية، فكرت أطلب نصيحة حد تاني. كلمت صاحبتي اللي كانت السبب في إن ميرفت توصلني للشغل ده. حكيت لها كل حاجة، ردت عليا وقالت لازم تروحي لشيخ، يمكن يكون في حاجة مش طبيعية. رحت للشيخ وأول ما شافنا قال كلام غريب جدا. قال لي في حاجة معمولة لبنتك، اللي بتشوفيه ده مش كوابيس، ده تأثير عمل معمول جنب مكان نومها، وده من أقوى الأنواع وغالبا بيؤدي لحاجات زي المرض أو الموت. وقتها كنت في حالة صدمة، ما كنتش عارفة إذا كان كلامه حقيقي ولا لأ، بس كنت تايهة ومرعوبة. الشيخ قال لي إن في علاج نقدر نمشي عليه، وإن شاء الله بنتي هتتحسن. خدت بنتي وأنا قلبي بيتقطع، مش قادرة أستوعب اللي بيحصل. مشاعر كتير كانت جوايا، خوف، قلق، غضب، وحيرة. قررت أروح على طول لمرات أبوها، لأنها الوحيدة اللي كنت شايفة إنها ممكن تكون لها علاقة باللي بيحصل. وصلت عند بيتها وكنت مش في حالتي. عكس كل مرة دخلت عليها وأنا منهارة، صوت وزعقت وقلت كلام جارح. كنت مش قادرة أسيطر على نفسي، كنت واقفة قدامها مش قادرة أتمالك نفسي. كنت منهارة وبتكلم بصوت عالي. قلت لها بقولك إيه، ما تحاوليش تتذكي، أكيد في حاجة أنتي عملتيها لبنتي، مش معقول كل اللي بيحصل ده صدفة. أنتي طول الوقت بتجيبي عرافين وناس بيعملوا طقوس غريبة، أكيد في حاجة مش طبيعية بتحصل. وفي وسط ما أنا منهارة وزعيقي ما بيقفش، فجأة لقيت بنتي بتشدني من هدومي. كانت عايزة تقول حاجة بس ملامحها متوترة وخايفة جدا. قلت لها إيه يا بنتي؟ في إيه؟ قولي. قالت لي بصوت مهزوز ماما استني شوية واسمعيني. كنت متوترة أكتر منها. قلت لها اتكلمي يا بنتي، ما توترنيش أكتر من كده. ساعتها قالت لي حاجة صدمتني. قالت لي طنط أنا شفت بابا هو اللي خد المنديل اللي كان في دم الدورة الشهرية بتاعتي. كنت مش فاهمة، سألتها إزاي؟ أنتي متأكدة؟ قالت لي يا ماما شفته أكتر من مرة بيقلب في الزبالة وبياخد حاجات أنا برميها، بس ما كنتش فاهمة ليه. افتكرت ده دلوقتي لما شفتك منهارة. كنت مصدومة، ما كنتش عارفة أعمل إيه. وقفت مكاني، عقلي مش قادر يستوعب. لقيت مرات أبوها فجأة بتتصل عليه وبتطلب منه يجي البيت حالا. لما جه كنت أنا ومراته مستنينه. مراته كانت شخصيتها قوية جدا، وقفت قدامه وبدأت تصرخ فيه انت عملت ايه؟ انت فاكر ان اللي بتعمله ده هيعدي كده؟ بدأت أحكي له كل حاجة، قلت له اللي قالته لي بنتي وواجهته بكل حاجة. في الأول كان صامتا وبعدها بدأ يتكلم، ووقتها اكتشفت الحقيقة الصادمة. كان عايز يتخلص من بنتي. ما كنتش مصدقة الكلام اللي سمعته. ليه؟ بنتي اللي عمرها 14 سنة، اللي تعبت عليها، كان عايز يؤذيها. سألته هو أنا مش مصدقة. ليه؟ أنت ما عندكش أولاد، المفروض تحبها زي ما مراتك بتحبها. مراتك دي كانت عايزة كمان نخلف تاني. وقتها فهمت السبب التافه. كل ده كان عشان أنانيته. كان عايزني أخلف منه، بس مش عايز ولادي.
يبقوا ليهم إخوات من أي حد تاني. تخيلي السبب؟ بسبب تفكير صغير وأناني كان ممكن يدمر حياة بنتي اللي ربيتها وتعبت عليها 14 سنة. أنا اشتغلت علشان بنتي، هي كانت أكتر سبب خلاني أتجوزه علشان أقدر أصرف عليها وأعيش معاه، لكن هو كان عايز يقف في طريقها وعايزني أخلف منه بس، يعني ما يبقاش عندي أولاد غير منه. إيه التفكير ده؟ ساعتها ما كنتش مصدقة، نهرت وقلت له أنت أكيد مش طبيعي، بتقولي إنك بتحبني وإنك مش عايز تسيبني، لكن بعدين عايز تضر بنتي ليه؟ مش قادرة أفهم إزاي هعيش معاك بعد كده. وقفت منهارة، فضلت أصوت وأعيط وأغضب وأضربه لحد ما خلصت الموضوع وطلبت الطلاق. ساعتها استنجدت بمراته، طلبت منها بما إنها تعرف شيوخ وناس بيعملوا حاجات زي دي إنها تحاول تفك السحر ده، ومن غير ما أقول إذا كان الموضوع ده حقيقي أو لأ. ده اللي حصل لبنتي بعد الطلاق. مراته رغم كل حاجة كانت كل شهر تبعتلي فلوس في السر، كانت شايفة إني محتاجة المساعدة، وفعلا وقفت جنبي وساعدتني، رغم إنها كانت بالنسبة لي ست غريبة، لكن ما كانش في قلبها أي شر. الشخص الوحيد اللي كان بيأذيني هو جوزي، أو طليقي بمعنى أصح. في الوقت ده اتعلمت درس كبير: الزواج اللي بيتبني على الشهوة والمظاهر بيبقى فاسد. غلطتي إني خليت جسمي مجرد مظهر الناس بتتفرج عليه. قبلت أتجوز بالطريقة دي، لكن الحمد لله ربنا نجاني. من بعد اللي حصل ده قررت إني ألبس الحجاب، قررت ألبس الزي الشرعي عشان ما أتعرضش لمواقف زي دي تاني. نويت إني أتوب لربنا توبة نصوحة، ما فكرش تاني بالطريقة دي، ولو هتجوز واحد على خلق أو دين يكون عايزني أنا لنفسي، مش علشان يشارك معايا حياتي. الزواج أكبر من كده بكتير. دي كانت قصتي ودي كانت حكايتي، وبكده أكون وصلت معاكم لنهاية قصتي.